اللي في الصورة ده رزق، واحد من أشهر مغنيين الأفراح في مصر في فترة السبعينيات، واللي اتقتل بسبب اكتشافه لجرائم أكبر منه. والخبر اتنشر في جريدة مصرية شهيرة سنة 1978. بتبدأ القصة في منطقة الإباجية التابعة لمحافظة القاهرة سنة 1978 مع مسؤول النجدة وهو داخل لرئيس المباحث، وبيعرفوا إن جالهم بلاغ عن قضية قتل حصلت من نص ساعة بالظبط في فرح زينهم الدخان، أكبر معلم لتجارة اللحوم في المنطقة. وكان موجود في الفرح ده فرقة رزق، اللي كانت أشهر فرقة شعبية بتحيي الأفراح في الوقت ده. وفي وسط ما الفرح شغال والكل مبسوط بغنى رزق، كان في ضرب نار شغال كتحية للفرح. وفي نص اللي حصل خد رزق طلقة ووقع على الأرض، وحصل ساعتها ذعر في الفرح والناس كلها طلعوا يجروا. لكن زينهم بلغهم باللي حصل، فاتحركت قوة كاملة ناحية مكان الفرح. وأول ما وصلوا على هناك لقوا إن زينهم موقف رجالته في كل مكان حوالين المكان اللي كان فيه الفرح. وأول ما شاف رجال الشرطة استقبلهم وقال لهم إن الجثة قدام المسرح على طول، وشرح لهم وقتها إن الموضوع حصل بسرعة والناس كلها جريوا. حتى باقي الفرقة بتاعت رزق أول ما حصل اللي حصل ده كانوا أول ناس خافوا على نفسهم وطلعوا يجروا، وملحقش زينهم يوقفهم أو يعمل أي حاجة. فقرر ساعتها يجمع رجالته ويوقفهم حوالين الصوان بتاع الفرح عشان محدش يجي جنب الجثة. وراح هو فورا بلغ على اللي حصل، لأنه كان عارف ومتأكد إن هو كده كده اللي هيتلط في الموضوع. ولما راحوا ساعتها ناحية الجثة لقوا إن رزق وقع على وشه في الأرض قدام المسرح. فسألوا زينهم لو كان حد حرك الجثة، لكن زينهم أنكر ده تماما وقال إن رزق أصلا كان واقف على المسرح بشكل طبيعي، لكنه أول ما خد الطلقة وقع فورا على وشه. ومن ساعتها هو مرمي الرمية دي ومفيش حد فكر حتى يقرب منه. وبعد ما فريق البحث الجنائي خد إجراءاته قدروا يعدلوا الجثة، واتصدموا ساعتها إن الطلقة اللي خدها رزق خدها في دماغه. وبقوا حاسين إن اللي حصل ما حصلش بشكل عشوائي، فنقلوا جثة رزق بعدها للطب الشرعي، واللي أثبت إن المجني عليه يستحيل يكون مات نتيجة ضرب النار العشوائي اللي كان في الفرح. وده لأن الرصاصة اللي خدها كانت مظبوطة في نص راسه بالظبط، وكأن اللي عمل كده في رزق كان قناص محترف وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي. وبما ان جريمة القتل حصلت بالعمد ومش عن طريق الغلط زي ما كانوا فاكرين في الأول، بدأ التحقيق في جريمة قتل رزق، وبدأت التحريات تعمل شغلها عنه. وطلعوا وقتها بمعلومات بسيطة جدا، زي ان رزق عنده بالظبط 37 سنة، ما اتجوزش ولا مرة ولا عنده أي أطفال، وجمع فرقته وبدأ شغل في الأفراح وهو بالظبط عنده 31 سنة. وقدر ساعتها يكسب شهرة واسعة لأن الناس حبت صوته وطريقته على المسرح، لدرجة إن ما بقاش ينفع أي حد من الناس الكبار يعمل فرح وما يجيبش رزق، وإلا يبقى صغر نفسه قدام الناس. وكانت دايرة معارف رزق قليلة، لأنه تقريبا ما كانش يعرف حد أو كان قريب من حد غير أعضاء فرقته بس، لكن بره الفرقة ما كانش عنده حد. وبالنسبة لتحرياتهم عن زينهم الدخان صاحب الفرح، فهو كان من أشهر تجار اللحمة، وإنه أصلا أرمل بقاله فترة كبيرة، لكنه قرر يتجوز من حوالي شهرين من ألفة بنت عمه واللي كانت مطلقة. فحسوا ساعتها إن في حاجة غريبة، وإن زينهم كان قصد يعمل الفرح ده مخصوص عشان رزق يموت فيه، لأن كل تحقيقاتهم عنه أثبتت إن زينهم كان مقرر ما يتجوزش مرة تانية بعد ما أمه وعياله ماتت، خصوصا يعني لأنه كان متعلق بيها جدا، وكمان عشان عياله كبروا وما يقدرش إنه يخليهم يتضايقوا منه بسبب حاجة زي كده. لكنهم برضو اكتشفوا إن كل ده أي كلام كان بيقولوا زينهم عشان عياله ما يتأثروش ويفتكروا إنه ما صدق أمهم تموت عشان يروح يتجوز. لكن الحقيقة هي إنه كان عايش حياته بره في السهر ومع فتيات الليل. لكنهم برضو ما كانوش عارفين إيه السبب اللي خلاه يقرر يتجوز ألفة مرة واحدة كده، على الرغم من إنها متطلقة بقالها 7 سنين وعمره ما جه في باله إنه يتجوزها. وحتى لو جه في باله ليه يعمل فرح كبير ويعزم عليه الناس دي كلها؟ ومش بس كده، ده كمان يجيب أشهر فرقة عشان تحيي الفرح، على الرغم من إنه كان في الأول بيقول إنه خايف على مشاعر عياله. فكل الأسئلة دي ما كانش في حد هيقدر إنه يجاوبهم عليها غير زينهم نفسه. فبدأوا التحقيق معاه، وأول سؤال اتسأله كان ليه اختار فرقة رزق بالذات في الفرح. فقال زينهم إنه ما كانش يقدر يعمل فرح وما يجيبش رزق عشان يحييه، وإلا الناس كانت هتاكل وشه ويفتكروا إنه استخسر. فسألوه عن سبب جوازه المفاجئ على الرغم من إنه كان رافض الفكرة. فقال زينهم وقتها إن اللقا نصيب، وهو أول ما شاف ألفة قرر يتجوزها، إكمنه يعني ما كانش شافها من زمان. لكنهم أول ما اتقابلوا في فرح كامل ابن عمهم وهو أعجب بيها وطلبها من أبوها، واللي برضه كان مستغرب زيهم كده بالظبط، لكنه طبعا وافق لأن أي حد زي زينهم الدخان ما يترفضش. وبالنسبة لموضوع إن الجواز كان مفاجئ، فهم ناس متيسر لهم الحال، وكمان هم مش صغيرين يعني عشان يتخطبوا ويتعرفوا على بعض، بل بالعكس هم الاتنين عايزين يلحقوا يتهنوا. فقالوا له وقتها إنه لا مؤاخذة يعني دي مش أول جوازة ليهم هم الاتنين. وبعدين هو كان بيخاف يتجوز لعياله يزعلوا، ليه ما فكروش يكتبوا الكتاب وخلاص بدل ما يعمل الفرح ده كله؟
فتعصب وقتها زينهم عليهم جدا وقال ان على الرغم من ان دي حاجه تخصه هو ومراته لكنه هيقول لهم عشان برضه يبقى ماشي في السليم ومحدش يفتح بقه معاه. وقال لهم ان السبب من الفرح هو عمه ابو ألفت، لانه كان عايز يفرح بنته ويحسسها انها بتتجوز لاول مره عشان يعوضها عن اللي حصل معاها في جوازتها الاولى واللي بختها مال من ساعتها، وعشان كده كان جه الوقت عشان تتعوض وتشم نفسها من جديد، وكمان عشان يثبت لطليقها انها ما تاثرتش بيه وان في واحد غيره يتمنى ان شاء الله لو ضفر منها، لانه كان سايبها عشان ما بتخلفش، وقال لها ان عمر ما حد هيبص لها بالعيب اللي عندها. وعلى الرغم من كميه التبريرات اللي زينهم قالها ما كانش في حد مصدقه، لكن ما كانش في دليل واضح يثبت انه عمل الفرح ده مخصوص عشان رزق يتقتل فيه. فحققوا ساعتها مع ابن زينهم الكبير واللي قال له ان ابوه كلمه الاول في موضوع جوازه ده، وساعتها هو اتبسط جدا لان من بعد ما هو واخواته اتجوزوا بقى ابوهم قاعد لوحده، وكلهم كانوا شايلين هم وزعلانين عشانه. واول ما جاب لهم سيره الجواز وافقوا فورا عشان يبقوا مطمنين ان في حد معاه. وبالنسبه لموضوع الفرح فما فيش معلم في السوق بيتجوز من غير فرح، وخصوصا يعني عشان الموضوع لم النقطه. لكن ابوه عمره ما هيقول لهم حاجه زي كده لانه مش هيحب ان الناس تفتكر ان عينه على الفلوس اللي هتيجي من ورا الفرح. وهم كانوا متقبلين ده لان موضوع موت امهم ده كان عدى عليه سنين، فاقتنعوا وقتها بكلام ابنه وبالحجه اللي هو قالها على عكس كلام ابوه اللي ما كانش يدخل دماغ حد. فقرروا انهم يبعدوا شويه عن زينهم وابتدوا يشتغلوا على فرقه رزق، واللي اكتشفوا ان معظم الناس اللي اشتغلت فيها جديده ما كانتش قريبه من رزق، واللي كانوا قريبين منه هم شكرية الرقاصه وصبحي الطبال وفاضل بتاع الأورج. وبداوا ساعتها انهم يحققوا مع شكرية واللي كانت متضايقه جدا، فسالوها لو تعرف مين ممكن يعمل كده في رزق، فقالت شكرية انها ما تعرفش، لكن رزق طول عمره بتاع ستات وممكن تكون واحده ست من اللي خلي بيهم هي اللي وزت على قتله. فسالوها لو تعرف اسم اي واحده فيهم او اي معلومات عنهم، فقالت شكرية انه كان ماشي مع واحده اسمها عبير بقاله يجي 4 شهور ولسه سايبها من كام اسبوع، وممكن تكون هي اللي اتهفت في دماغها وبعتت له حد يقتله، لانه كان دايما بيحكي لشكرية انه خايف منها ومش مرتاح لها، وان هو ده السبب اللي كان مخليه طول معاها وكان جنبها طول الفتره اللي فاتت. ولما سالوا شكرية عن سر خوف رزق من عبير قالت ان عبير كانت دايما بتهدده انه لو بعد عنها هتقطع عيشه وتموته لانها ست غنيه جدا وقادره. فسالوها ازاي عبير قدرت تتعرف على رزق، لكن شكرية قالت لهم انها ما تعرفش، وانهم كانوا فاكرينها في الاول ست زي اي ست رزق بيمشي معاها شويه عشان يتسلى وبعد كده يسيبها ويبعد عنها، فعشان كده محدش كان بيساله عرفت دي فين ولا عرفت دي امتى. وطبعا بعد شهاده شكرية واتهامها لعبير بقت لها الرزق افتكروا انهم بكده حلوا القضيه، وراحوا بعدها استدعوا عبير للتحقيق وسالوها عن طبيعه علاقتها بالمجني عليه، لكن عبير قالت ان ما كانش في اي علاقه بتجمعها بالمجني عليه اصلا، وانها ما شافتوش غير مرتين في حياتها في افراح مختلفه كانت معزومه عليها، لكنهم لما لقوها بتكذب واجهوها بشهاده شكرية عليها. واول ما سمعت الكلام اللي هي قالته عليها قالت ان كل ده كذب وانها بتقول كده بس لانها كانت بتحب رزق وبتغير عليه منها. واضطرت بعدها تحكي لهم الحقيقه وقالت انها كانت رايحه فرح ابن شريكها في الشغل بشكل طبيعي واللي كان من حوالي 5 شهور في فندق اركان، وبعد ما الفرح خلص راحت للبار عشان تشرب حاجه، وساعتها شافت رزق وهو قاعد مع فرقته، فرحت له ساعتها وقالت له ان صوته حلو جدا وسالته تعمل ايه لو عايزه توصل له عشان فرح بنت اختها قرب، فادالها رزق عنوان المكتب اللي بينظم مواعيد الفرقه، وكانت خلاص هتمشي لكنها لقت ان رزق بيوقفها وقام وساب فرقته وفضل يتكلم معاه في اي حاجه لحد ما اتعرف عليها، واتفقوا انهم يتقابلوا تاني يوم، ومن وقتها وهم كل شويه يتقابلوا لحد ما قرروا انهم يدخلوا في علاقه غراميه سوا، لحد ما تحاول عبير انها تمهد علاقتها بيه لاهلها لانهم كانوا هيشوفوا انه مشخصاتي ومش قد المقام، وكان كل شويه رزق يسالها عملت ايه في موضوع اهلها، وكانت بتتحجج له باي حاجه لانها كانت مكسوفه تتكلم معاهم. ولما جابته في فرح بنت اختها حاول رزق يروح يكلم والدها لكنها لحقت الموقف على اخر لحظه ومنعته من الكلام معاه، فاتضايق رزق وقتها جدا وفهم انها بتستعر منه ومش واخده علاقتهم جد، وعشان كده قرر يسيبها، وهي كانت بتحاول تصالحه طول الفتره اللي فاتت، لكنه قال لها انه مش عايز يعرفها تاني غير لما تيجي تقوله انها حددت له ميعاد مع والدها عشان يتاكد انها فعلا مش بتستعر منه. فكانت بتحاول طول الفتره اللي فاتت تفتح الموضوع مع والدها وعشان كده ما كانوش بيتكلموا، وللاسف سمعت خبر وفاته من قبل ما تفتح الموضوع مع والدها، لكنهم قالوا لها ان شكرية قالت انها كانت بتهدده انها هتقطع عيشه وتقتله لو ما فضلش مكمل معاها، وهو كان عايز يسيبها، لكن عبير قالت ان كل ده كذب، وحتى كلامها عن ان رزق بتاع الستات ده كله كذب، واكبر دليل على كده ان اي حد عارف رزق عارف انه يبقى خجول جدا اول ما بينزل من على خشبة المسرح، وان حتى دايرة معارفه قليلة جدا، وان الست الوحيدة اللي اتجرأ واتكلم معاها واللي هي عبير نفسها كان عايز يتجوزها بشكل رسمي،
وحكت عبير ساعتها إن في الوقت اللي هي عرفت فيه رزق كان باين قوي على شكرية إنها بتحب رزق وبتغير عليه منها، لأنها كانت أول ما تعرف إنها جاية تقابل رزق أو موجودة في أي مكان كانت بتقوم وتسيب الفرقة وتتحجج إنها عايزة ترجع بيتها عشان تنام. وقالت لهم عبير ساعتها إنهم لو مش مصدقينها يقدروا يسألوا فاضل وصبحي عشان يتأكدوا، لأن هم أساسا اللي كانوا بيقعدوا يقولوا لها تاخد حذرها من شكرية، لأنهم كانوا عارفين إن عينيها على رزق من زمان. ولما عبير اتكلمت مع رزق في الموضوع قال لها إنه عارف لكنه عمره ما فكر فيها، لأنه مش يوم ما يجي يبني أسرة يبنيها مع رقاصة. ومن بعد الكلام اللي قالته عبير الموضوع اتعقد أكتر وما كانوش عارفين كلام مين فيهم اللي صح. فحققوا ساعتها مع صبحي الطبال وسألوه عن علاقة رزق بالستات، فقال صبحي إن رزق الله يرحمه كان شخص خجول جدا وبعيد عن شخصيته اللي بتظهر في المسرح، وحتى هم كانوا بيفضلوا يضحكوا عليه ومحدش من الجمهور كان بيبقى فاهم السبب، لكنهم كانوا بيقعدوا يضحكوا لأن رزق كان بيتغير 180 درجة أول ما يمسك الحديدة. وموضوع الستات ده هو كان فاشل فيه، لكنه من فترة كان في واحدة عجباه في فرح، وجت بعد الفرح اتكلمت معاه وخدت عنوان المكتب عشان لما تحتاجه، فشجعوا صبحي وقتها عشان يتكلم معاها. وفعلا قام رزق اتكلم معاها وما عداش عليه شهر وفضل يكلمها عن الجواز، بس البنت فضلت تتهرب منه. وفهموا وقتها انه بيتكلم عن عبير، واتأكدوا ان كلام عبير هو اللي صح، وان شكرية كانت بتحاول تشتتهم عن الحقيقة بسبب غيرتها على رزق مش اكتر. فسألوا صبحي عن مين ممكن يكون اتسبب في قتل رزق بما انه كان من اقرب الناس ليه، فقال صبحي انه ما يعرفش، لكن رزق في اخر ايامه كان شاغل نفسه بسلسلة جرايم وكان بيحاول يربط الاحداث بنفسه، واخر حاجة قالها له هي انه عرف مين اللي بيعمل كده وهيروح يبلغ عنه في اقرب وقت. فحاول صبحي وقتها انه يمنعه وقال له ان دي مش شغلانتهم وانه يسيب هو البوليس يدور ويوصل للحقيقة بنفسه، لكنهم ما كانوش فاهمين اي حاجة من اللي صبحي بيقولها وطلبوا منه انه يحكي لهم كل حاجة بالتفصيل. فقال لهم صبحي انه كان بيختصر في الكلام لانه كان فاكرهم عارفين اصلا، فسألوه عارفين ايه بالظبط، فابتدى صبحي انه يحكي وقال ان من حوالي شهرين اتطلبوا في حفلة في بيت كبير وتعرض عليهم مبلغ اكبر، فطبعا وافقوا، لكنهم في نص ما بيشتغلوا اتفاجئوا بان صاحبة البيت بتطلب منهم انهم يوقفوا شغل، وخدت منهم الحديدة وقالت لضيوفها انها بتشكرهم جدا على حضورهم، لكنها تعرضت للسرقة وكل المجوهرات بتاعتها اختفت، فطلبت منهم انهم يفضلوا موجودين في البيت لانهم هيتفتشوا. وطبعا الضيوف كلهم اتضايقوا من كلامها ورفضوا ان حد يفتشهم او يتهمهم بالسرقة، خاصة يعني لانهم كانوا ناس كبار. فخد ساعتها صاحب البيت منها الميكروفون واعتذر لضيوفه عن اللي مراته قالته، وقال لهم انها كانت بتهزر، لكن مراته ساعتها كانت واقفه جنبه وهي شايطه وقاعده تقول له انها عايزه مجوهراتها، لكنه قدر يسكتها وطلب من ضيوفه يكملوا الحفله، لكن طبعا ضيوفه اتقمصوا وخدوا بعضهم ومشوا من البيت، وما كانش فاضل ساعتها غيرهم هم والخدم وكل الناس اللي كانت شغاله في الحفله. فنزل رزق وقتها من على المسرح وقال لصاحب البيت انه مستعد يتفتش هو وفرقته او الناس، وفعلا فتشوهم وما لقوش معاهم حاجه. ففضل رزق ساعتها يتكلم مع صاحب الحفله لحد ما مشوا، وحكى لصبحي وقتها ان الحاجات اللي اتسرقت بالالوفات، وان الراجل كان نفسه انه يبلغ البوليس ويجي يتصرف هو ويفتش الضيوف، لكنه خاف من انهم يتضايقوا. فقالوا رزق ساعتها ان اكيد اللي سرق ما كانش من ضيوفه وانه اكيد حد من بره، لكن الراجل صاحب البيت عرفه انه جايب شركه مخصوص عشان تنظم له الحفله، وان الشركه دي جايبه ناس مخصوص عشان يتاكدوا من دعوه كل واحد قبل ما يدخل الحفله. فاستغرب رزق وقتها جدا ان ممكن ناس كبار زي دول ومعزومين على حفله زي دي يطلعوا حراميه، وكمان متضايق جدا عشان الراجل اللي خسر الوفات عشان كان عايز يبسط الناس اللي يعرفهم. وفضل البوليس ساعتها يحقق معاهم عشان يقدر يوصل للي سرق، لكنهم ما قدروش يوصلوا لاي حاجه. وبعدها بفتره اتعزموا على خطوبه في قصر، ونفس الناس اللي كانت منظمه الحفله اللي فاتت كانت هي اللي منظمه الخطوبه اللي في القصر. فطلب صبحي من رزق انهم ما يروحوش الخطوبه دي بالذات لان الناس دي ما بتعرفش تنظم حاجه، وكفايه اللي حصل المره اللي فاتت. لكن رزق عرفوا وقتها انهم دفعوا عربون كبير ولسه هيلموا فلوس من وراهم اكتر، وان الاحسن ليهم انهم يروحوا. فاضطر الصبح انه يوافق وعدت الخطوبه على خير، لكنهم لقوا تاني يوم ان الفرقه جاي لها استدعاء عشان يحققوا معاهم في سرقه مبلغ مالي كبير من القصر في اليوم اللي كان فيه الخطوبه. فلام صبحي وقتها على رزق لان هو اللي دبسهم التدبيسه السوداء دي للمره التانيه. فراحوا التحقيق وحاول رزق يلمح لهم ان موضوع السرقه ده مش اول مره يحصل مع الناس اللي نظمت الحفله، وانه شاكك يكون هم اللي بيعملوا كده، لكنهم لما حققوا مع الناس اللي نظموا الحفله ما قدروش يمسكوا عليهم اي دليل عشان يعرفوا ان هم فعلا اللي بيسرقوا. ومن بعد شهاده رزق الناس اللي كانت بتنظم اتضايقوا منه وقرروا يقطعوهم ويجيبوا فرقه تانيه في المناسبات اللي تبعهم، وما كانش في اي مشكله بتحصل، لدرجه ان الناس ابتدت انها تشك ان فرقه رزق كانت هي السبب في النحس ده.
لكن على الرغم من كل ده لقوا ان مسؤول التنظيم جاي لحد عندهم وبيطلب من رزق يرجع يشتغل معاهم مرة تانية، لان الناس بقت بتهرب منهم بسبب الفرقة الجديدة اللي جابوها، خصوصا لان فيها واحدة ست بتغني صوتها وحش جدا والرقاصة ما بتعرفش ترقص. فوافق رزق فورا من غير ما يفكر انه يرجع لهم، لانه كان عايز يعرف السر ورا موضوع السرقة، وكان شاكك ان في حد كان قاصد انه يعمل فيه الملعوب ده عشان الناس تخاف منه وتبطل انها تجيبه هو وفرقته في مناسباتهم. وفضلوا ساعتها شغالين فترة مع فريق التنظيم ده من غير أي مشاكل لحد ما اتكرر موضوع السرقة ده مرة تانية. وكان عارف رزق مين اللي بيعمل كده، لكنه ما راحش بلغ لأن صبحي هو اللي منعه، لأنه كان خاف من المشاكل، وكمان عشان العشرة ما تهونش إلا على ولاد الحرام، واكتفى بس بالتحذير، لكنه ما كانش يعرف إن اللي بيعمل كده ممكن يتجرأ ويقتله. فسألوا صبحي وقتها مين اللي بيعمل كده، فقال صبحي إنها شكرية، وإنها كانت بتعمل كده مخصوص لأنها كانت قصدها تخسر رزق سمعته واستكارهم، وإنها بدأت تعمل كده من ساعة ما راحت اعترفت لرزق بحبها ليه وطلبت منه يسيب عبير ويتجوزها هي. لكن رزق رفض وقال لها إنه مش بيحبها وإنه خلاص اتفق مع عبير على الجواز وهيتم قريب قوي. وسألته شكرية عن السبب اللي يخليه ما يحبهاش ويحب عبير على الرغم من إنها أحلى وأصغر منها. فقرر رزق ساعتها ما يتكسفش وقال لها إن عبير عاشت طول عمرها لوحدها، وفي نفس الوقت قدرت تحافظ على نفسها على الرغم من سنها الكبير، لكن هي على الرغم من سنها الصغير فهي في حضن كل راجل شويه وكل واحد بيتفرج عليها شويه. فقالت له شكريا ان هي اللي غلطانه لانها حبت حته مغنواتي لا راح ولا جه، وانه يريح نفسه لان عبير عمرها ما هتتجوزه عشان مش قد المقام، وكان الموضوع هيكبر بينهم لولا ان صبحي اتدخل. فبدات شكريه تعمل موضوع السرقه ده، وبقوا كل ما يتعزموا على فرح ولا اي مناسبه في بيت فخم تدي فلوس لواد تبعها. ومش بس كده، دي كمان كانت بتاخد له دعوه على ان واحد من الفرقه، ويدخل الواد يقلب من البيت كل اللي فيه النصيب. واكتشف رزق ده لما عدى عدد الدعاوي اللي استلمتها شكريه في اخر مناسبه راحوها، ولقى انها اكتر من عددهم بنفر، وحصلت السرقه بعدها. فراح رزق هدد شكريه انها لو عملت كده مره تانية هيبلغ عنها، وما كانوش يعرفوا انها تخاف لدرجه انها تقتله. وواجهوا ساعتها شكريه بكدبها عليهم في موضوع عبير، وباعتراف صبحي بان هي اللي سرقت وان هي اللي كانت عايزه تدمر حياه رزق. فاعترفت شكريه وقتها بان هي اجرت واحد مأجور ودفعت له مبلغ كبير عشان يقتل رزق وتبرد نارها بعد ما كسر لها قلبها.